احيانا مغامرتك للاماكن المهجوره تخليك تندم على القرار، لكن مشعل ما كانش عنده فرصه يندم اساسا بسبب اللي حصل له من الجد. في مقوله سعوديه بتقول دامك طاقيت بابهم لا تخاف لو رحبوا فيك. فيا حب فيا واجد. القصة حقيقية وحصلت في جنوب السعودية. صاحب القصة بيقول أنا مشعل دلوقتي عندي 24 سنة، لكن وقت الحادثة كنت 17 سنة. أنا إنسان اجتماعي وبحب طلعات أصحابي، ساكن في الجنوب وتحديدا في منطقة جباليا. إحنا طبعا كلنا جيران والعلاقة هنا قديمة وحلوة. أنا دايما بطلع مع جيراننا بعد صلاة العصر لحد الساعة 9 و10 بالليل، وبعدين أرجع البيت. عددنا 6 أشخاص وأنا السادس. في واحد قريب مني جدا اسمه صالح، اوعوا تنسوا الاسم ده لأنه هيتكرر كتير. صالح أصغر مني بسنة وعلاقتنا قوية جدا، في نفس المدرسة وحياتنا مع بعض. احنا دايما نحب نغامر، نروح الوادي القريب، نطلع الجبل، والامان عندنا وحش جدا. الاصابات خطيرة لكن المغامرة كانت حاجة حلوة. في يوم من الايام طلعنا للجبل، انا فزت وقررنا ننزل من الاسرع. انا نازل بسرعة وصالح يحاول يسبقني، لكن فجأة صالح رجله اتخبطت في الارض ووقع من نص الجبل لحد الارض. المنظر كان مرعب، كلنا وقفنا التحدي. صالح كان بيتشقلب بسرعة من فوق الجبل ومحدش فينا قدر يلحقه. نزلنا نجري لتحت والصدمة راس صالح اتفتحت ورجله كانت بتنزف بشكل يخوف. اخدناها بسرعة وانا دخلت اوضة جدي، اخدت مفتاح العربية، جرينا بيه على اقرب مستشفى وكلنا في حالة رعب وقلق. اول ما وصلنا الطوارئ الدكتور بدأ يخيط راسه وجرحه. الحمد لله صالح طلع من الخطر، بس ما كانش يقدر يمشي من شدة الألم. قررنا نشيله ونركبه العربية ونرجعه بيته يرتاح. وانا سايق في الطريق عيني وقعت على مستشفى قديمة شكلها مرعب، كانت فوق جبل مهجور، وحفظت مكانه في دماغي. بعد صلاة العشاء قررت ازور صالح واطمن عليه واغير جو بالمرة. قعدنا مع بعض نضحك وانا بهزر معاه. قال لي انا مش هروح المدرسة لحد ما بقى كويس. قلت له تمام، حتى انا مش هروح معاك، هستناك. قال لي يا عم ما ينفعش، انت مالكش اجازة. قلت له مش مهم، انا معاك ومش هسيبك. اسبوع كامل وانا معاه. صالح بدأ يمشي شوية بشوية، الامور بقت تتحسن وكان عنده موعد لفك الغرز. اخدت مفتاح العربية تاني ورحنا سوا المستشفى، فكوا الغرز وكل حاجة تمام. بعد ما خرجنا من المستشفى وانا راجع بيه البيت افتكرت المستشفى المهجورة اللي شفتها اول مرة. قلت له صالح في مستشفى قديمة فوق الجبل نفسي اشوفها ونستكشفها. صالح عينه لمعت وقال تمام يا عم يلا بينا. كان الوقت عصر والشمس لسه طالعة، بس الغريب اننا كنا مرعوبين كأنها في نص الليل. دخلنا المستشفى ولقينا سراير المرضى مرمية في الممرات واجهزة طبية قديمة متكسرة وإبر انسولين جديدة لسه في كاسة. انا وصالح ساكتين بس عينينا بتلمع من رهبة وجمال المغامرة. قلت لصالح ايه رأيك نصور مشهد هنا؟ انا بحب التمثيل وحلمي اكون ممثل كبير. وصالح بيعشق التصوير والاخراج رغم انه بيصور بالموبايل، بس بيخلي المشهد سينمائي كأنه في فيلم. صالح قال تمام معاك، بس نصور امتى؟ قلت له لازم بالليل ونجيب اضاءات صغيرة نظبط بيها المكان. ضحك وقال المشكلة ان الاضاءات محتاجة كهرباء. قلت له سهلة دي، نشتري اضاءات ببطارية ونرجع. طلعنا نص المدينة نلف ندور على محل بيع مستلزمات التصوير، بس بعد بحث طويل اشترينا 3 اضاءات قوية تنشحن. رجعنا المستشفى المهجورة وبدأنا نجهز زوايا الإضاءة. المكان كان مرعب بس الحماس مغطى على خوفنا. صالح قال انا عايز المشهد يبقى كأن المشاهد هو اللي بيشوف المغامرة، يعني الكاميرا تبقى عيونه. قلت له تمام وانا هعمل لقطة رهيبة ليك. سألني ايه هي فكرتك؟ قلت له هدخل أوضة من أوض المستشفى واللقطة هتبقى كأنها من منظور عين إنسان بيتسحب لجوه. ومن هنا يا صاحبي أقدر أقولك قصتنا